السلام عليكم متابعينا الكرام. جزيرة الدمى هي أحد أكثر الأماكن المخيفة في العالم. تقع جزيرة الدمى في شبكة واسعة من القنوات المائية جنوب مدينة المكسيك، وبالقرب من مدينة تشيكو، وتعتبر واحدة من أكثر أماكن الجذب السياحي ريبة في المكسيك. وهناك وبين فروع الأغصان وعلى الأشجار الميتة شنقت مئات من الدمى المشوهة وتركت متدلية في الهواء. منذ نصف قرن غرقت فتاة صغيرة قبال الجزيرة بسيطة مخيفة بين القنوات المائية تحت ظروف غامضة. لم يسكن أحد في تلك الجزيرة إلا راهب دعا دون جوليان، الذي قرر أن يعيش لوحده على تلك الجزيرة على الرغم من كونه رب أسرة متزوج وله أولاد. وبعد فترة وجيزة من وفاة الفتاة الصغيرة وجد بريرة دمية يعتقد أنها تعود لتلك الفتاة، وقام بإخراجها من المياه وتعليقها على شجرة مظهرا الاحترام لروح تلك الفتاة الميتة. وبعد توالي ظهور الدمى دمية تلو الأخرى في مياه القناة، بدأ الراهب يجمعها كأنه يصطادها وكأنها تطفو عائمة في مياه القنوات، وهو قام بانتشالها واحدة تلو الأخرى من تلك المياه، ثم يقوم بتعليقها مقتنعا بأنها إشارة من الروح الشريرة لحماية نفسه من قوى الشر ولتهدئة روح الفتاة الميتة. وسرعان ما حول الراهب الجزيرة بأكملها إلى ضريح كبير. وتفيد رواية أخرى بأنه هو من كان يجمع تلك الدمى ويعلقها على الشجرة، أي هو من اختلق قصة الدمى التي كانت تظهر متوالية في مياه القنوات، لأنه كان متأثرا جدا ومنزعجا من عدم تمكنه من إنقاذ تلك الفتاة الصغيرة، كونه الساكن الوحيد في تلك الجزيرة. ولم ينظف سانتانا أي دمية ولم يحاول إصلاحها، بل كان يفضل أن يعلقها بطرف مفقود أو عين مفقودة وهي مغطاة بالأوساخ أيضا، حتى عندما تكون الدمية المنتشرة من المياه القناة بحالة جيدة كانت الرياح والظروف الطبيعية تتكفل بإتلافها مع مرور الزمن. مشكلة معرضا لدمى موجودة غريبة كوجوه الجن والغيلان، كما كانت تتضرر من أشعة الشمس التي كانت تؤدي لتشكل فقاعات وتقرحات كأشكال البثور. كما ترك المطر لمسته كذلك على هذه الدمى، فكانت مياه المطر المتساقطة عليها تؤدي لتآكل طلائها مختلفة وجوهها شاحبة، فتبدو الدمية كأنها تمتلك وجه هيكل عظمي مخيف. باختصار، كان كل هذا يجعل الدمية تبدو وكأنها تعاني من مرض الهزال في مراحل شديدة. تفقدت الكثير من الدمى أيضا الأذرع والأرجل، بعضها أعطى ظرفا من دمية أخرى مما أعطاها شكلا أكثر إخافة. كما إن الدمى التي تأتي مبتورة الرؤوس وهي دمى مرحب بها، حيث أنك ستجدها معلقة على حبال كحبال المشنقة أو منشر الغسيل، أو بين الفراغات التي تتركها شعيبات غصون الأشجار المتقاطعة مع بعضها، أو معلقة بأطراف الغصون المدببة أيضا. وتصبح هذه الدمى عديمة الرؤوس مكشوفة الأعناق، بيتا ومرتعا دافئا وممتازا لعناكب الجزيرة وحشراتها المنتشرة في هذه الأرض الزراعية المترامية الأطراف. إن هذه الدمى هي تجسيد لروح هذه الفتاة الغارقة، ويقول السكان إنها تحرك رؤوسها وأذرعها حتى إنها تفتح وتغلق أعينها. ويدعي بعض الذين زاروا تلك الجزيرة بأنهم سمعوا تلك الدمى تتهامس بين بعضها، بينما يقول آخرون إنها قد قامت بإغرائهم أثناء مرورهم بالقوارب بالقرب من تلك الجزيرة، مما دفعهم للتوقف فيها. وفي طبيعة الحال هذه الأمور هي أمور عارية عن الصحة، وهذه الشهادات هي شهادات مبالغ فيها. والجزيرة ليست هكذا أبدا، هي عبارة عن جزيرة غريبة ومخيفة نسبيا لأغلب السياح والزوار، لكون هذا المنظر، منظر الدمى المعلقة والمشوهة، هو عبارة عن منظر بشع ومخيف. هذه الجزيرة ليست جزيرة أشباح ولا جزيرة أرواح شريرة. قد يكون الراهب عبارة عن رجل مختل أو رجل مفشع بالأفكار الدينية والمعتقدات الغريبة، هذا كل ما في الأمر.
عاش دون جوليان في الجزيرة ل50 عاما قبل وفاته في عام 2001، وقد توفى غرقا، وتم العثور عليه في نفس المنطقة التي كان يعتقد بأن الفتاة الصغيرة قد ماتت فيها. ويعتقد العديد من الناس أن روح قد انضمت لتلك الأرواح الموجودة على الجزيرة أخيرا. من فضلك دعمنا بلايك واشترك في القناة ليصلك المزيد.